جدا النهارده الحمد لله رب العالمين. على فكره البيان بتاع المجلس الاعلى للقوات المسلحه هو اللي خلى الناس تبان ان هي مش كتير قوي، لكن بالنسبه لي بفضل الله كتار قوي وليهم صوت، وان شاء الله ما حدش هيقدر يدوس على صوتهم. دول مصريين واللي في التحرير مصريين، لكن في بعض الفئات في التحرير بتدعي انها بتمثل جموع المصريين، وده طبعا رفضوه الناس دي. احنا شفنا هتافات، شفنا اغاني غريبه بيقولوها اول مره اصلا اسمعها، بيرفضوا فيها سيطره بعض الشباب السياسيين اللي بيدعوا الفهم والوعي السياسي الفريد الخاص بيهم لوحدهم. فالناس دي بتقول لا احنا بنفهم، لا احنا قلنا نعمل التعديل الدستوري للتعديلات اللي حصلت في الاستفتاء، احنا قلنا كذا وكذا اتداس عليه. احنا جايين النهارده بنقول لا مش هنسمح لحد لا اكبر الله اعظم يدوس على راينا، ومع احترامهم طبعا الكامل لكل الناس اللي قاعده في التحرير، الناس اللي قاعده في التحرير مصريين والناس دول مصريين. اي حد هيخون الثاني هيبان انه مش بيمتلك حجه قويه في دفاعه عن الديمقراطيه المنشوده. ضحكوا علينا بكلمه ديمقراطيه وادعوا ان الناس دي مش فاهمه يعني ايه ديمقراطيه، ولما الناس دي فهمت يعني ايه ديمقراطيه دخلوا لهم معنى جديد اسمه الديمقراطيه الليبراليه اللي ما حدش عارفه غير الليبراليين والعلمانيين والشيوعيين. فانا رايي الناس دي لو اتشالت من جموع المصريين مش هيبقى فيه مصريين. لو اللي في التحرير بس ما اعتبروش ان احنا مصريين زيهم، انا مش هحس ان مصر فيها بني ادمين. لازم اللي في التحرير يعتبر ان دول بني ادمين زي ما احنا هنا بنعتبر اللي هناك بني ادمين، ليهم راي ولينا راي. المشير لما طلع وقال لو الشعب عايزني قالها بالبلدي، اخر بند في البيان بتاع المشير، لو الشعب عايزني امشي وارجع سكناتي واسلم السلطه لحكومه مدنيه او حكومه انقاذ باي شكل من الاشكال باي مسمى من الاسماء، انا مستعد لاستفتاء دستوري، قصدي لاستفتاء شعبي. فانا طبعا من الناس اللي عايزه المشير يفضل لغايه شهر يوليو اللي جاي ان شاء الله. ومحمد اكيد زيي الراجل ده جامد اولا يعني، وانا بحبه جدا وبحب شغله جدا جدا، وكل فيديوهاته كويسه جدا. الموضوع بمنتهى البساطه يا جماعه، احنا ضد الاغتصاب. انا حقي بيغتصب في ميدان التحرير، او انا حقي بيغتصب من الناس اللي بتتكلم في ميدان التحرير. انت عبر زي ما انت عايز، لكن انا من حقي اقول رايي ومن حق غيري يقول رايه. وانا ضد كمان حتى لو ميدان العباسيه يفرض رايه، لا ميدان العباسيه يفرض رايه ولا ميدان التحرير يفرض رايه. في شعب، في ناس ما بتقدرش تنزل، من حقها تقول رايها تعيش ازاي في بلدها. لو الناس دي عايزه المشير يمشي او سياده المشير يمشي، انا ما عنديش مشكله، يعني ما عنديش مشكله، بس الناس تقول ده من خلال استفتاء شعبي، مش من خلال شكل رسمي، مش من خلال اي تجمع انا اقدر اعمله او غيري يقدر يعمله. العباسيه نزلت النهارده، هل ده معناه ان البلد تمشي على قرار العباسيه؟ لا، ما تمشيش على قرار العباسيه ولا تمشي على قرار التحرير.